مين يا جماعه بيتكلم عن الامور دي؟ الشباب بتضيع وبتقلد الغرب. شبابنا في الجامعات يفعلون ذلك، في الثانويه يفعلون ذلك، انتشر هذا الامر انتشار غريب. احنا لا نستحي من فعل ذكره الله سبحانه وتعالى. لابد ان يتكلم المشايخ والعلماء عن ذلك حتى نحذر الشباب من ذلك. لاختلاف العلماء في عقوبه اللواط، قالوا فيها 3 مذاهب. بصوا المذهب الاول واسمع مذهب مين. مذهب ابو بكر وعلي بن ابي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن ناس كتير، اقول لك اغلبيه الصحابه قالوا ان عقوبه اللواط اشد من عقوبه الزنا. انا بقول لك، انت سمعت الاسماء اللي انا بقولها لك ولا اعيدها لك تاني؟ قالوا القتل على اي حال كان، سواء كان محسن، يعني بيقولوا للزنا لو هو زاني وهو محسن هيترجم، لو هو ما اتجوزش هيترجم. قالوا لا، اللواطي سواء متجوز ولا مش متجوز يترجم. ده ابو بكر، لقول النبي عليه السلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، والحديث صحيح. ده النبي قال من اتى بهيمه فاقتلوه، واقتلوا البهيمه. اتكلمنا فيها قبل كده. يبقى هل انت كنت متخيل الموضوع كبير كده؟ انت كنت متخيل الموضوع كبير كده؟ في اثر صحيح عن خالد بن الوليد قال وجد في ضواحي العرب رجل ينكح كما تنكح المرأة، فكتب رسالة. ده شافه واحد بس، يعني القصة كلها النبي قال عليه الصلاة والسلام. النبي قال لو شفتوا حد قال تخيل، انت متخيل اللي الصحابة كانوا متخيلين الفعل اللي تحصل، وربنا ابدا. سيدنا معاوية كان بيقول والله لولا أن الله عز وجل ذكر في كتابي قوم لوط ما فكرت أبدا أن الرجل يركب رجل. مش متصورين. بيقول لك وجد رجل في ضواحي المدينة، في آخر طرف المدينة. سمع بيه سيدنا خالد، بعت له ما هنعمله ما نعرفش. هو النبي قال اقتلوه، طب هعمل فيه ايه انا دلوقتي؟ فبعت رسالة لسيدنا أبو بكر قال له احنا شفنا راجل كذا كذا كذا. أبو بكر مش عارف، أبو بكر نفسه مش عارف. فجمع الصحابة ليستشيرهم، إيه رأيكم بقى؟ أهو اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه وربنا قاله أدينا شفناه، نعمله إيه بقى؟ فكان أشد قولا علي بن أبي طالب. خلاص، بصوا سيدنا علي بيقول إيه؟ بيقول يا أمير المؤمنين ما فعل هذا إلا أمة من الأمم قبلنا، وقد علمت ما فعل الله بهم، فما عاقب الله أمة مثل ما عاقب به قوم لوط. إن الله رفع المدينة إلى السماء ثم قلبها، وقبل ذلك اتعموا، ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم. قال ثم أصابتهم صيحة ثم أنزل عليهم مطر ثم أرسل عليهم حجارة من جهنم. وكأن سيدنا علي عايز يقول له ايه؟ هتعاملهم اعملهم زي ما ربنا عملهم بقى. ده جمع عليهم عمل ورجم وقلب ومطر وصيحه وحجاره. ال6 حاجات دول جابوا 6 أمم. يعني كل واحده من دي جابت أمة. الجمع كلهم في قوم لوط لوحديهم، ده ما حصلتش دي ابدا. فسيدنا علي بيقول لهم ده رايهم. فسيدنا ابو بكر قال له ما رايك يا علي؟ قال يحرق بالنار. قال له اتحرق بالنار. ده كان قول سيدنا علي. تعرف ابو بكر خد بيه والصحابه خدوا بيه، وبعتوا رساله لسيدنا خالد قال لهم احرقوه، وحرقوه. سيدنا ابن عباس سمع هذه الحادثه، قال يا امير المؤمنين سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يحرق بالنار الا رب النار. فرجع ابو بكر. لغايه دلوقتي برضه ابو بكر مش عارف هيعمل ايه، بس اتحرق. يعني قالوا ان ابن عباس ما كانش قاعد لما سيدنا علي اخذ القرار. اتكتبت الورقه وراحت اتحرق. بعد كده سمع سيدنا ابن عباس قال لهم لا انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرق بالنار الى رب النار. طب برضه القرار ايه؟ طب لو حصل تاني؟ فقال له ابو بكر ماذا تقول انت يا ابن عباس؟ ما انت مش عقدت حلها لنا بقى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال ينظر الى اعلى مكان في القريه فيرمى منه. يطلعوا اعلى مكان في الحته ويترمى من فوق
قال ثم يرمى عليه بالحجاره، يعني لو نزل فيه الروح يضرب بالحجاره لغايه زي ما يموت. جابها منين هو؟ فجعلنا عليها سافلها، وهذا ابن عباس قرآني ايه صرف. وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، زي ما ربنا عايز يقول لهم زي ما ربنا عمل احنا هنعمل. فكان الحكم هكذا في الاسلام. فكان الحكم هكذا في الاسلام. هيتكلم بقى ابن القيم عن بعض اقوال تاني هي مش جايه مع ابن القيم نفسه. بيقول ايه؟ بيقول ان الصحابه اجتمعوا على القتل واختلفوا كيف يقتلوه. وابن القيم بيقول كده، هم كلهم قالوا اتقتل. اللي قال بقى اترجم زي الزاني، واللي اتقال يتحرق، واللي اتقال يتضرب بالسيف، واللي قال كل واحد، بس كلهم قالوا اتقتل. بيقول لك بقى وذهب عطاء بن ابي رباح والحسن البصري وسعيد المسيب وغيرهم ان عقوبه الزاني سواء زي ايه؟ زي الزاني، يعني لو هو متجوز يترجم، لو هو مش متجوز يتجلد 100 جلد. ده قول اقل شويه من قول الصحابه. في قول ثاني ذهب الحاكم وابو حنيفه وغيرهم اللي هو يتعذر، الامام يعذره حسب ما الامام يشوف. ابن القيم غضب من القولين دول. بيقول ايه بقى ابن القيم؟ فهيرد على القولين دول رد شديد، فقال اولا ان الله وصفهم باوصاف بشعه ولم ياتي بها احد من العالمين، وربنا نفسه لما عاقبهم بعقوبه لم يعاقب بها احد من العالمين. عايز يقول لهم انتوا قلتوا كده ليه؟ هو ابن القيم كده بيرد على القول اللي هو بيقول شبه الزاني او اقل. بيقولوا انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ ده ربنا نفسه لما جه عاقبهم بكذا وكذا وكذا. بيقول الحاجه الثانيه، بيقول نمرة 2 اجتماع الصحابة على أن يقتل واختلفوا في كيفية القتل. الحديث الصحيح قلنا له من رأيتموه يفعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من فعل قوم لوط، قالها 3 مرات، وابن القيم بيقول ما قالهاش 3 مرات في أي حديث إلا في ده. بص بقى ابن القيم بيقول حاجة غريبة، بيقول إيه؟ إن الله حين تكلم على الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. بص هيقارن ايه ابن القيم عشان يعرفك الموضوع كبير. خلاص، لكن لما تكلم عن اللواط اسمع مني بقى. قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين بل أنتم قوم مسرفون ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. يقول مفسدين وفاسقين وظالمين، الله الله الله، ده لما جه اتكلم على الزنا انه كان فاحشه. بس واخد بالك؟ ده ابراهيم الخليل نفسه اراد ان يشفع لهم. كده سيدنا ابراهيم اراد ليهم ايه؟ مين معايا في صاحب؟ معلش تعقدت عليكم، مين معايا صاحب؟ اراد ليهم الايه؟ الرأفه. اراد لهم الرأفه. خلاص؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه بقى؟ فلما ذهب عن ابراهيم الروع، لما شاف الملائكه يعني، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بص ربنا يقول له ايه؟ يا ابراهيم اعرض عن هذا، ما تتكلمش معاه في الموضوع ده، انه قد جاءهم ايه؟ وانه قول غير مردود، مش هردهم. ده بيكلم حبيبه، خلي بالك. يقول له ما تتكلمش في الموضوع ده، هو جاله من عذاب وانا مش هرده عنه. حتى شفاعة إبراهيم في اللواط ما جاتش. قال له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وأنهم آتيهم عذاب مش هيترد لا بيك ولا بغيرك. يبقى حتى الشفاعة ما اتقبلتش. تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة ورزق مش منه، خلي بالك، ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خير من صغره. لما كبر عقل وبدل سيئاته حسنات وغسل العار بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق مع الله في المعاملة فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة بلا خلاف. جميل جميل، كلام جميل. هو كده بيتكلم كلام جميل صح؟ هو كده ما قالش حكم على فكره، وما قالش حكم. بيقول ايه؟ فان الله يغفر الذنوب فان كانت التوبه تمحو كل ذنب حتى الشرك وقتل الاولياء فانها تغفر ذلك. ماشي. هيقول لك واما
هينسيك كل اللي قاله ده تاني. بقول لك واما المفعول به هذا ان كان في كبره شرا مما كان في صغره، يبقى لما كبر ما تغيرش، ما تابش وما رجعش، هو زي ما هو. ولم يوفق للتوبه ولم يعمل عمل صالح، بل وما استدرك ما فات ولا أحيا ما مات ولا بدل السيئات حسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات. فهذا بعيد أن يوفق عند الممات كخاتمة بخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة على عمله، فإن الله يعاقب على السيئة بالسيئة أخرى ويضاعف عقوبة السيئة بأخرى. إيه رأيك؟ أنا بسألك سؤال، هل اللواطي له توبة؟ عايز أوصل رسالة أمل لمن وقع في الزنا أو وقع في اللواط. خدها مني رسالة أمل. انت ممكن تكون شخص كويس، ممكن، عادي والله. ممكن تكون صالح، ممكن تكون عابد، ممكن تكون ولي لله، والله هقول لك قصتين يعرفوك ان الامر ده منك مش بعيد، عشان حتى لا ييأس احد. وقعت في الزنا ولا قربت وما كملتش، وقعت في اللواط قربت وما كملتش، اوعى الشيطان ييأسك. انا هحكي لك قصتين بس. الثلاثه اللي دخلوا الغار وجات الصخره سدت عليهم الغار. الثاني كان مين؟ ايوه، الثاني كان بيقول ايه؟ اللهم ان كانت لي ابنه عم ألمت بها سنه، اتزنقت في الفلوس وكعبلت، فراودتها عن نفسها على أن أعطيها 100 دينار، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي خلاص قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي. قال فقمت عنها. اهو مش ده ماشي في الزنا اهو، ده اتكلم وشاور وحكى وجرب لغايه لما اتزنقت وعايزه فلوس واداها 100 دينار خلاص. فقمت عنها واعطيت لها المال وما خدش منها الفلوس. قال وهي احب الناس الي. فقال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخره فانفجرت الصخره. ده كان هو السبب اللي نجى اللي في الغار، مش ربنا حبه بس وربنا استجاب له بس، ده كان هو السبب اللي الصخره اتشالت. يبقى نيأس احنا؟ ما هو يبقى ما نيأس ابدا. اللي حصل حصل، نتوب الى الله سبحانه وتعالى. اوعى تيأس. الراجل ده هو اللي نجاهم، اللي انت بتقول عليه زاني ده هو اللي نجاهم، بس كان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. صح كده؟ كان صادق في التوبه. احبط من نفسك، اوعى تيأس من نفسك، كمل وواصل وربنا هيهديك وربنا هيفتح عليك وربنا مش هيسيبك. يا بخت اللي هيصبر على باب ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله